مسا عليك يا صاحبي. النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها الجامب كات. ايه هو وايه هي اهميته وبيتعمل ازاي؟ هنعرف ده في الحلقه دي. حاسك مليت مش كده؟ انما كده. مسا عليك يا صاحبي. النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها الجامب كات. ايه هو وايه هي اهميته وبيتعمل ازاي؟ هنعرف كل ده في الحلقه بتاعتنا، بس الاول خش لي بالانترو. الفيديو اللي قبل الانترو هو اكبر مثال على اهميه المونتاج. الفيديو الاولاني كان معمول من غير مونتاج نهائي، اما الفيديو التاني كان معمول له مونتاج بطريقه اسمها الجامب كات. وعشان ما تتوهش مني وتكون معايا الخط، الحلقه بتاعتنا هتتقسم لثلاث اجزاء. اولا ايه هو الجامب كات، ثانيا ايه هي اهميته، ثالثا ازاي نقدر ننفذ الجامب كات في الفيديوهات بتاعتنا. ونروح لاولا ايه هو الجامب كات. الجامب كات بنستخدمه في المونتاج السينمائي عشان نبين ان في وقت بيعدي، المشهد بيبقى متصور في نفس المكان بس بنختصر عن طريق التقطيع بين اللقطات عن طريق المونتاج. طب هل الجامب كات دوت بنستخدمه مثلا في السينما بس؟ لا، احنا ممكن نستخدمه في حاجات كتير قوي. زي ايه؟ زي حلقات اليوتيوب مثلا. زي مين؟ الدحيح يا عزيزي، الدحيح ما تبقاش اهوج يا عزيزي. ويطلبوا منها حكم بيطالب شركه ابل انها لو سمحت يا ابل افتحي لي الموبايل، مش انتوا اللي عاملينه، افتحوه. ابل يا عزيزي بترد على FBI والمحكمه وتقول لهم لا لا لا. او زي الفيديوز بتاعت التيك توك بتاعت الاكل اللي انت بتتسحل قدامها بالساعات وما بتاخدش بالك ان الوقت بيعدي منك. المونتاج نفسه والطريقه السحريه بتاعت المونتاج هي اللي بتخليك انك ممكن تتسحل قدام الفيديوهات دي بالساعات. ونروح لثانيا ايه اهميه الجامب كات. اولا في السينما هو بيختصر الوقت لمشاهد معينه، ثانيا بالنسبه للفيديوهات العاديه هو بيستخدم علشان خاطر ممكن يداري على الاخطاء زي التهتهه في الكلام او ان في حد يسكت زي كده. حته زي كده انت ممكن تشيلها. اولا انت بتعالج الخطا بتاعك، ثانيا انت بتخلي شكل الفيديو احسن، انت بتضرب عصفورين بحجر. ونروح لثالثا الجامب كات ده بيتعمل ازاي. بص يا عم، انت بتصور الفيديو بتاعك باللخبطه اللي فيه وبالعك اللي فيه وكل حاجه زي ما هو، وتيجي على التايم لاين عندك في برنامج المونتاج سواء ادوبي بريمير او دافينشي ريزولف او حتى كاب كات لو انت زي حالاتي بتشتغل من الموبايل او حتى من الكمبيوتر. وبتبدا من التايم لاين انك بتختار الفيديو بتاعك وبتختار اللقطات اللي فيها كلام وبتمسح اي لقطات زياده سواء قبلها او بعدها، تخلي اللقطات اللي فيها كلام بس وبتحطهم جايين بالترتيب ورا بعض، وده علشان توصل لنتيجه نهائيه زي في اول حلقه كده او زي برنامج الدحيح او زي اي حاجه بتحب تستخدم الجامب كات في الفيديوهات بتاعتها. وتعالوا نجرب سوا ونشوف هنطلع بنتيجه عامله ازاي. وعشان ما تتوهش مني وتكون معايا الخط، الحلقه بتاعتنا هتتقسم لثلاث اجزاء. اولا ايه هو الجامب كات، ثانيا ايه هي اهميته، ثالثا ازاي نقدر ننفذ الجامب، ثالثا ازاي ثانيا ايه هي اهميته، ثالثا ازاي نقدر ننفذ ثالثا ازاي نقدر ننفذ الجامب كات في المونتاج بتاعنا وفي الفيديوهات بتاعتنا. ازاي نقدر ننفذ الجامب كات في الفيديوهات بتاعتنا. ازاي نقدر ننفذ الجامب كات. ونروح لاولا ايه هو الجامب كات. اولا ايه هو الجامب كات. ونروح لاولا الفيديوهات بتاعتنا. ونروح لاول في الفيديوهات بتاعتنا المونتاج بتاعنا وفي الفيديوهات بتاعتنا. ونروح لاولا ايه هو الجامب كات. بنستخدمه في الجامب كات بنستخدمه في المونتاج السينمائي عشان نبين ان في وقت بيعدي. المشهد بيبقى متصور في نفس المكان بس بنقطع في المونتاج المشهد بيبقى متصور في نفس المشهد بس بنقطع في المونتاج
المشهد بيبقى متصور في نفس المكان بس بنختصر عن طريق التقطيع بين اللقطات عن طريق المونتاج. في المونتاج المشهد بيبقى متصور في نفس المكان بيعدي. المشهد بيبقى متصور في نفس المكان بس بنختصر عن وعشان ما تهش مني وتكون معايا الخط، الحلقه بتاعتنا هتتقسم ل3 اجزاء. اولا ايه هو الجامب كات، ثانيا ايه هي اهميته، ثالثا ازاي نقدر ننفذ الجامب كات في المونتاج بتاعنا وفي الفيديوهات بتاعتنا. ونروح لاولا ايه هو الجامب كات. الجامب كات بنستخدمه في المونتاج السينمائي عشان نبين ان في وقت بيعدي. المشهد بيبقى متصور في وقت بيعدي. المشهد بيبقى متصور في نفس المكان بس بنختصر عن طريق التقطيع بين اللقطات عن طريق المونتاج. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت على يوتيوب، وفولو لو انت على فيسبوك او تيك توك، وسلام.